انا دي اللي بشارك اهو عشان تعرفوا ده. لو مت بدري هو الاعمار بيد الله وكل حاجه ونعم بالله، بس انا لو مت بدري كده في عز شبابي ده هيكون بسبب لعبه، بسبب الفانتزي. يعني انا الجوله الثامنه جت دست على وشي، دست على وشي جامد قوي قوي قوي. يعني انا اتعامل معايا كل الغلط اللي ممكن يحصل مع حد. ليه بقى ينطبق عليا انا ساعتها بقى امثال كتير بعد اللي حصل ده. اكتر واحد مغفل، اكتر واحد اتخذ قرارات غلط، اكتر واحد منحوس، كل ده هقول لكم عليه واقول لكم جبت كام نقطه وكانت تشكيلتي ايه، والتشكيله اللي خلاص هلعب بقى الجوله التاسعه، وكام ريسك انا خلاص قررت هعمله للجوله التاسعه عشان هي كده كفايه قوي. بس قبل ما نتكلم على التشكيله ونتكلم عن ايه اللي حصل معايا في الجوله الثامنه، يا ريت لو انت مش عامل سبسكرايب تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي، حط لنا لايك على الفيديو دوت. عايزين نوصل لك بالعدد من اللايكات، وتقول لنا رايك عن الحلقه في الكومنت، وتقول لنا جبت كام نقطه في الجوله الثامنه من فانسي بريمير ليج. يلا بينا. في بدايه الموسم انا كنت من ضمن الناس اللي ما بتصرفش فلوس في الحراس وما زلت على كده. فكنت جايب اندرسون من كريستال بالاس وقلت خلاص اندرسون هيروق معايا، كده كده جاب كلين شيت ماشي، ما جابش كلين شيت مش مشكله، فلوسه قليله. لكن فيما بعد لقيت ان مفيش كلين شيت، فخلاص حتى ما بيعملش سيفز ولا اي حاجه فبيجيبليش نقط. فقررت ان انا ادور على حارس ممكن يكون بيتشاط عليه كتير، فبالتالي هيعمل سيفز كتير، فبالتالي هيجيب لي نقط. فلجأت الى حل وحيد هو سانشيز من تشيلسي. فلما جبته اول ماتش ليه كان اول ماتش معايا كان قصاد نوتنجهام، فجاب لي 4 نقط اللي هو منهم نقطتين اللي هو لعب 90 دقيقه، والنقطتين كان متشاط عليه حوالي باين 7 كور باين او كان 9 كور مش فاكر، كمان المهم اتشاط عليه فجاب له نقطتين. فخلاص قلت بس هو كده طول ما انا بقى ايه الخطه اللي انا عاملها ابتدت تنجح، اللي انا اجيب حارس ماشي طلع كلين شيت كان بيها، ما طلعش كلين شيت هيقدر ايه يجيب له نقط. غير كده اصلا الكلين شيت كلنا شايفين ان هو في الضايع، يعني مفيش فرقه تقدر تعتمد عليها في الكلين شيت، حتى ليفربول ما بقتش تعمل لها. فجبت سانشيز من تشيلسي. اول ماتش جاب له 4 نقط. جه الماتش بتاع الجوله الثامنه طبعا بيلعبوا قدام ليفربول والدنيا هتبقى في السلانكتيه منه، فسانشيز راح جايب له نقطتين. بس ده كان طبيعي يعني عادي، انت بتلعب على ارض ليفربول وفي الانفيلد وصادك صلاح وكان، فخلاص ماشي مش مشكله جاب نقطتين فتمام. وخلاص قلت هسيبني بقى من سانشيز، انا كده كده ما كنتش مستني منه حاجه. فخلينا نتكلم عن الدفاع. اول واحد نتكلم عنه عشان هو كان اول واحد لعب كان روبرتسون من فولهام، كان قدامهم ماتش بتاع استون فيلا. الماتش خلص 3-1. استون فيلا جابت 3 اجوان في فولهام، فبالتالي المعلم روبرتسون ولا عمل اسيست ولا عمل اي حاجه، ده انا سايبه اصلا عشانه. فجاب نقطه واحده عشان خاطر لما دخل فيهم 3 اجوان خد -1. فكده بقى معانا لاعبين جايبين 3 نقط. بعد كده جابرييل كان الماتش بتاعهم اللي فيه معجزات حصلت قصادهم، وكانت كل الظروف جايه ضد ارسنال وضد ارتيتا. فجابرييل جاب له نقطه واحده عشان دخل فيهم جونين برضو فخد -1. كوناتي دخل فيهم جون واحد فالمفروض يجيب نقطتين. قال لك لا انا معايا 2 تانيين مع فكري فلازم انا ابقى زيهم، هما مش احسن مني ولا انا احسن منهم، فيروح واخد انذار فبالتالي ياخد -1. يبقى كده عندي 4 لعيبه جايبين 5 نقط. يعني كارثه بمعنى كلمه كارثه. ده لسه بقى اللي جاي في نص الملعب. خلينا نبدا بمحمد صلاح. محمد صلاح اللي انا كنت اصلا مكابتنه وبعد كده رحت مغير الكابتنه مخليه على هالاند زي الناس كلها اكيد. اصل يعني ايه اللي يمنع ان انا ما كابتنش هالاند؟ بيلعب قدام وولفرهامبتون، اخر فريق في الدوري، داخل فيهم في 7 جولات داخل فيهم حوالي 21 جون. فكل حاجه بتقول لك هو هالاند، يعني هالاند وولفر على قدهم. فكابتنت هالاند ساعتها، وعلى اخر لحظه انا كابتنت هالاند وهالاند بلانك طبعا. ومحمد صلاح كان بيعاند فيا فجاب جول وعمل اسيست قدام تشيلسي وكان هو نجم الجوله. محمد صلاح جاب لي 12 نقطه. واما عن بالمر، بالمر ما عملش حاجه قدام ليفربول، وبرده بالمر بلانك وكان هو نص ملعب فما جابليش 3 نقط عشان هم ما طلعوش كلين شيت. فبالمر كان جايب لي نقطتين. وكان من ضمن الحاجات اللي هي بتخليني بقى نقلق وان انا بكون مش متفائل خير بالجوده ان يكون عندي لاعب في التشكيل مش بيلعب. وده اللي حصل مع بارنس من نيوكاسل. بارنس كان قاعد دكه وفيما بعد راح نازل لعب بقى 25 دقيقه ما عملش فيهم اي 60 لازمه، وبنسبه كبيره انا بارنس مشيته وانا مشيته اصلا. هقول لكم على التشكيله في الاخر. بارنس جاب لي نقطه واحده وخلاص بقى خارج السكواد بتاعي. وسيمينيو رغم ان هم كسبوا ارسنال ودي كانت مفاجاه لوحدها اصلا ان بورنموث تكسب ارسنال، فده كانت من عجائب الجوله برده. سيمينيو عمل ماتش كويس بس للاسف ما جابليش اجوال ولا عمل اسيست ولا اي حاجه فجاب لي نقطتين. وسيمينيو انا كده كده كنت قايل عليه اخر ماتش وعايز امشيه عشان خاطر جدوله صعب، بس مضطر اخليه معايا، بس هخليه دك. هقول لكم برده اعمل ايه.
واللاعب الاخير معاه في نص الملعب هو امبومو، وامبومو ده انا كنت لسه جايبه الجوله اللي فاتت وكان خارب الدنيا، فبقى طبيعي بقى اي لاعب بيكون خارب الدنيا وكسر الدنيا بيجي معايا ايه اللي بيحصل له؟ ببلانك بالظبط كده. فامبومو جه معايا بلانك وجايب له نقطتين. الدنيا كانت خربانه يعني، انا ما افتكرش ان في التشكيله كلها حد جاب لي جون غير محمد صلاح وراؤول بتاع فولهام كان معايا في التشكيل، فجاب لي نقطه، جاب لي 7 نقط لما جاب جول. هالاند بلانك وانا كنت مكابتنه، وكان في خازوق كابتنها وجاب لي 4 نقط. فالتوتال المجموع كله باين كنت جايب 35 نقطه باين. ف 35 نقطه دي فالدنيا بايظه معايا يعني، انا جايب اقل من الافريج بنقطه، فطبعا بيكون في سوم حمراء والدنيا خربانه. بس تعالوا اقول لكم الجانب الايجابي اللي انا عملته وان شاء الله تظبط معايا. وهلعب بمين للجوله التاسعه؟ في حراسه المرمى هلعب بسانشيز، وكده كده عندهم ماتش قدام نيوكاسل، ونيوكاسل مش في حالتها الهجوميه وخربانه خالص، فيفضلوا على كده ان شاء الله ويطلع علينا بكلين شيت. خط الدفاع اسيبه زي ما هو، اسيب روبرتسون وكوناتي وجابرييل، وهيكون في كعبله لان انا في الاثنين هيلعبوا بعض عندي لعيبه منهم ارسنال وليفربول. في نص الملعب هيكون معاه صلاح وبالمر. الراجل الجديد اللي هيكون معاه في نص الملعب هو روجرز من استون فيلا، جبته بعد ما مشيت بارنز. وهيبقى معايا برضو امبومو من برينتفورد. وبعد ما مشيت بارنز فخلاص انا هرجع العب 3-4-3 لان انا 3-5-2 دي ما جابتش معايا خالص. ففي الهجوم هيكون معايا رول خيمينيز من فولهام، ومعايا هالاند يا رب بقى يرجع يفوق. والوجه اللي انا الجديد جبته معايا هيكون ويلباك من برايتون. عن موضوع الكابتنه فانا بنسبه كبيره ممكن اكابتن امبومو لان الماتش هيكون هوم وهيلعبوا ابسويتش فالدنيا هتكون سهله، فبنسبه كبيره ممكن اكابتن امبومو. وبرده ممكن اكابتن محمد صلاح، ده برده في دماغي لان احنا عارفين محمد صلاح قدام الفرق الكبيره اي نعم هيلاعب ارسنال هاوي، فممكن ديت تخليني اخاف ريسك زي الجوله ديت وفي الاخر اتخزوقت. وممكن اكابتن هالاند، كل دوت ممكن في حاجات كتيره بس الاحتمال الاكبر ممكن تكون امبومو. هقول لكم برده اكابتن مين، ممكن اعمل فيديو شورتس اقول لكم فيه، او ممكن نعمل حلقه عامه نتكلم فيها عن كل حاجه ومين اللعيبه اللي نخليها معانا. هقول لكم عن كل حاجه ان شاء الله قبل ما الجوله تبدا. بس كده تكونوا وصلنا لنهايه الحلقه، يا ريت تقولوا لنا رايكم في الحلقه. اشوفكم الحلقه الجايه، دمتم بخير.